هو الكتابة في أدب الجريمة بقت سهلة أوي كده، وإيه اللي ممكن يخلي كاتبة أصلا بتكتب في الأدب الساخر تتحول بقدرة قادر إنها تكتب في أدب الجريمة؟ وهل معلش يعني بالبلدي كده فلحت في الموضوع ده؟ أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من مراجعات بوك كافيه والمغامرات الجديدة اللي بنعملها، والمرة دي المغامرة مع رواية من أدب الجريمة للكاتبة لبنى حماد، ورواية بعنوان فتاة تندر وصادرة عن دار سين. في الرواية دي خليني اقول لك خلفيه الكاتبه، وزي ما قلت في البدايه انها كانت بتكتب ادب ساخر، وبعد كده كتبت مجموعه قصصيه شويه بتنتمي للموضوع او للادب الجريمه، ودلوقتي مع اول روايه ليها وهي فتاه تندر، روايه من ادب الجريمه. فهل الكاتبه فعلا تستحق او ينفع تكمل في كتابات الجريمه، ولا تخليها في الادب الساخر؟ اعتقد هتعرف اجابه السؤال ده في الاخر، بس تعالى نتكلم على حكايه فتاه تندر، وايه سر الوقت ده، وايه الابليكيشن ده، وايه الحكايه. الحكايه بقى هي بتتكلم على شاب يعني عادي من اسره متوسطه، بيشتغل قاعد مع اصحابه، واليأس جابه بيه والحكايه جابته بيه ان هو يفتح ابلكيشن تندر. ده هو ابلكيشن لان انت تقدر تتعرف على ناس، او يعني ديتنج اب بمعنى اصح. فبيلاقي واحدة شكلها جميل وصورها شكلها حلو، فبيعمل ان هو يعني معجب بيها، بيلاقي ان هي كمان معجبة بيه، وبيبتدي الحوار يشتغل ما بينهم. وبالصدفة بيعرف انها كاتبة، او دي كاتبة بتاعة الروايات اللي هو بيحبها او بيقراها. وبيطول الموضوع ما بينهم، وبتطول الحكاية ما بينهم، وبتتطور العلاقة ان هما بيتقابلوا و الى اخره. طب ايه الغامض في الموضوع، وايه الحقيقي في الموضوع؟ بيبتدي بقى الغموض يبان شويه، وده اللي مش عايز احرقه لك، بس بيبتدي الغموض بيبان لما بيتعرف عليها اكتر، وبيحس باختلافات شويه في شكلها، اختلافات طفيفه كده. مع الوقت بيبتدي الشك يخش جواه، وكل ما تطورات العلاقه بتزيد ما بينهم، كل ما الشك بيزيد جواه لحد ما بيكتشف الحقيقه. طب ايه هي الحقيقه، وايه سرها، وهل هي دي ولا مش هي دي، ولا هم مين؟ كل ده انا هسيبه لك انت تعرفه، لان الروايه مش كبيره، ودي روايه جريمه بطبيعه الحال، فلو حكيت اكتر من كده هكون بحرق لك الحكايه. انا هنا مش بدوري ان انا احرق الحكايه، انا بديك ملخص للي ممكن هتقراه، او بدايه الخيط، او بدايه القصه ممكن تكون عامله ازاي، وهل هتثير فضولك ان انت تكملها ولا لا. بس اللي محتاج اكلمك عنه هو انطباعي عن القراءه، وتجربتي مع القراءه كانت عامله ازاي، وده المفروض انت هتشوفه في اي ريفيو بنعمله. فبدون فلسفة كتيرة، تعالى هكلمك عن تفاصيل رواية فتاة تندر للبنى حماد. طبعا انت عارف انا عامل كده عشان احنا بنتكلم على الغلاف، فالغلاف هنا حلو، الغلاف بسيط، الغلاف ملائم جدا عن الحكايه اللي انت هتقراها. عارف انت داخل هتقرا ايه، وبتتكلم ان انت داخل تقرا روايه هي جريمه، وبتحاول تكتشف ايه الجريمه او ايه اللي بيحصل هنا. لكن هنا المختلف في روايه الادب البوليسي او روايه الجريمه او التشويق اللي احنا بنقراه هنا، هو الموضوع مش جريمه بتحصل وانت بتدور عليها، لكن انت عمال بتدور جوه الاحداث هو فين المصيبه او فين الشك. اي نعم انت ممكن هتكتشفه في وقت كبير من الاوقات جوه احداث الروايه، لكن هيصير فضولك تعرف ايه الكواليس ورا الموضوع ده، وكانت ايه اسبابه. على قد ما الفكره ممكن تتحرق في نص الروايه، لكن زي ما قلت ان انت الكتابه تجبرك ان انت تكمل قراءة. ويمكن المرة دي في الجزء بتاعنا او في جزء التفاصيل مش بتكلم فيه بتفاصيل كل حاجة من الحاجات، يعني مش مقسمها لك لغة وشخصيات و حابب ان احنا نعمل انطباع مختلف او طريقة مختلفة في العرض، واتمنى ان انت تقولي رأيك برضو تحت. هل كده ان احنا نتكلم بحرية شوية في الفقرة دي افضل من ان احنا نفصلها جزء جزء، ولا ايه؟ سيب لي رأيك طبعا في التعليقات، وخلينا نكمل كلامنا. زي ما قلت لك ان الطريقه الحكي نفسها كانت مشوقه، ان انت تعرف تفاصيل الموضوع، وتعرف ايه الخلفيه ورا اللي حصل، او ايه اسباب اللي حصل ده، واللي احنا بنكتشفه سوا، سواء مع الشخصيه الاساسيه او مع الشخصيه التانية اللي هي العنصر النسائي في القصه. ده يودينا لحته الشخصيات اللي هي اعتقد ما كانش فيه شخصيات محوريه في الحكايه، ويمكن ده نقدر نقول عليه نقطه ضعف شويه، لكن على الجانب التاني كان كويس، وكان مظبوط. الشخصيات اللي كانت موجوده كانت واخده حقها بشكل كبير، بالاضافه للشخصيات اللي ما كانتش موجوده برضو كانت واخده حقها بشكل كبير، وده اللي انت هتفهمه لما تقرا اكيد العمل. نقطه في اللغه، وهي كان في احيان كتير الحوار كان بيحصل باللغه العاميه. في نقطه فيها زي خطابات. طيب انت يا كاتبه اخترتي ان انت
الحوار على لسان الابطال بتاعك يكونوا باللغة العامية. فالخطاب اعتقد ان هو كان ممكن يبقى باللغة العامية. ليه خلينا الخطاب باللغة الفصحى؟ اعتقد ان ممكن تكون دي لازمه في الكتابه، او متعودين ان احنا لما يبقى في حد بيكتب لحد جواب فهو لازم يبقى باللغه العربيه الفصحى. بس اعتقد ان احنا مع رتم الاجواء والسنين، اعتقد ان هو كان عادي لو اتكتب باللغه العاميه، ما كانش هيبقى فيها مشكله، نظرا لان لغه الحوار اصلا في الاساس كانت لغه عاميه. دي وجهه نظري البسيطه. تاني نقطه بقى، وان احنا بما اننا كنا بنتكلم على الحوار، ففي السرد كان في بعض المشاكل ان في نفس الفقرة او في نفس الصفحة كان بيتنقل السارد من سارد لسارد. مش وحش ان انت تنقل، بس لازم اعرف النقله امتى وليه وايه اسبابها. ما ينفعش يبقى السارد في الفقره بتاعتي كان على لسان الشخصيه الست، او من وجهه نظر الست، وبعد كده في الفقره اللي بعدها على طول من وجهه نظر الراجل، بدون ما يبقى في اي تنسيق او بدون ما يبقى في نقل للحدث نفسه. فده في وقت من الاوقات كان بيلخبط، واعتقد ان هي الكاتبه كانت بتحاول تنقل وجهات النظر او تعمل لك وجهات النظر من شخصيتين بس في نفس الفقره. اعتقد ان هو كان غلط. كان ممكن يتقسم من فصل لفصل، او كان ممكن يتقسم من فقره لفقره، وده اللي كان هيساعد في التنسيق او يعني تعديل في الاحداث بشكل او باخر. ده من تجربتي في القراءه. بالاضافه طبعا زي ما قلنا ان الشخصيات كانت كويسه، الفكره كانت كويسه، يمكن كانت مكشوفه، لكن اللعب على ما وراء الاحداث او كواليس الاحداث او التتابع الزمني بعد كده، ان احنا نجيب من زمان لحد اللحظه اللي بيتم فيها الكشف، كانت كويسه جدا وكانت مظبوطه جدا. بخلاف ذلك احنا قدام روايه مشوقه في احداثها، نهايتها كانت قويه جدا، اسبابها كانت قويه جدا. واعتقد ده هينقلنا لاخر جزئيه معانا في الحلقه بتاعتنا، وهي الحساب على المشاريب، اللي هنلخص فيها السلبيات والايجابيات في نقط سريعه جدا. وهنا بقى نقول ان الروايه، هل هي روايه بتنتمي لفكره الجريمه ولا فكره الرعب النفسي ولا. الروايه فيها اكتر من شق الحقيقه، الروايه فيها اكتر من شق وتقدر تديها اكتر من تصنيف، فهي تصنيف جوه تصنيف. الروايه فيها اللعب فعلا على النفسيه بشكل كبير، لكن خلينا نقول انها برضو فيها جزء نقدر نقول عليه سسبنس، نقدر نقول عليه تشويق، ما نقدرش نقول عليه جريمه بشكل اكيد، بس ليها اكتر من تصنيف. وهي كتجربه لطيفه وخفيفه بتؤهل الكاتبه للتصنيف يمكن هي حابه تروح ليه. طيب ايه الايجابيات في الموضوع؟ الايجابيات ان الفكره حلوه الحقيقه، فكره القصه بتاعتنا كانت لطيفه، استخدام حاجات معاصره في حياتنا واللي بنشوفها في الواقع بتاعنا كانت لطيفه جدا، تكاد تكون ممكن تكون قصه حقيقيه فعلا، ممكن نكون نعيشها في ظل الرعب اللي احنا بنعيشه والقصص الحقيقيه اللي احنا بنشوفها فعلا وبنسمع عنها. تاني جزئية من الأجزاء اللطيفة، الكاتبة قدرت توظف الشخصيات بتاعتها بشكل كويس، قدرت فعلا توصلهم لنوع من أنواع الواقعية. في بقى بعض النقط اللي فعلا كانت محتاجة الكاتبة تشتغل عليهم، زي ما قلنا في نقطة اللغة العامية، في بعض الناس مش بتحبها. تاني حاجة في نقطة اختلاف السرد في نفس الفقرة، وده اللي كان بيسبب تشتت في بعض الأحيان. تالت نقطة، وهي بما اني انا استخدمت اللغة العامية، فليه ما كملهاش في فكرة الخطابات اللي كانت بترسل ما بين بعض الشخصيات وبعضها. ده كان من وجهة نظري، لكن في النهاية شايف ان الرواية فعلا كتجربة هي تجربة مختلفة، تجربة جديدة. الحكاية لطيفة، رواية حجمها صغير تقراها، وانا فعلا قرأتها بالظبط في ساعة ونص. هي حوالي 150 صفحة. الأحداث فعلا تشد وتخليك تبقى عايز توصل لنهاية العمل وتعرف إيه اللي حصل في النهاية وإيه الأسباب، وهل توقعك اللي أنت كنت متوقعه ده صح ولا لا. في النهاية يا صديقي العزيز، دي كانت تجربتي ودي كانت قراءتي للعمل. سواء انت حبيت تاخد عنه فكره او ما حبيتش، دي حاجه ترجع لك تماما، ما حدش بيجبرك. ان خليك دايما متاكد ان ما حدش بيجبرك ان انت تروح تشتري العمل ده. زي ما بكرر دايما، انا بعرض تجربتي في قراءه عمل وبشارككم العمل ده، عشان لو في وقت من الاوقات حد حابب يشتري حاجه او يقرا حاجه في النوع ده، فعلى طول برشح له مثلا الفيديو ده او المراجعه دي. في النهايه لو انت طبعا بتتفرج لحد هذه اللحظه، فانا عايز اشكرك من كل قلبي، واتمنى دايما ان انت تدعم بوكافيه بان انت تعمل لايك، تشيك على وتشارك على السوشيال ميديا، وتاكد انت مشترك ومشغل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات الجديده. ولحد الوقت ده تقدر تشوف اي حلقه من الحلقات اللي هتظهر لك دلوقتي، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.